السنة للقتال في سوريا، ويقول على كل مسلم مدرب على القتال وقادر عليه أن يقدم نفسه لمساعدة الثوار السوريين. وأنا أريد أن أجاهد في سوريا، فهل أستجيب لهذه الدعوة؟ يا أخويا، ما دام القرضاوي راهو يدعو الشباب تاع المسلمين باش يجاهدوا في سوريا، يبدأ بولاده، يبعث اولاده يموتوا في سوريا. هو اولاده في امريكا وفي ارقى الجامعات وفي مناصب عليا، واحنا اولادنا يبعثهم باش يموتوا في سوريا. روح تموت في سوريا علاه يا اخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار. وعلى هذا الجهاد ضد فرنسا كما كانت محتلة الجزائر كان الجهاد فرض عين على كل مسلم. عجيب. وعلى هذا القرضاوي ما يدعيش الناس باش يروحوا يجاهدوا في فلسطين، باش يروحوا يحرروا المسجد الأقصى. ولا دوك ولا الجهاد في سوريا فرض عين والمسجد الأقصى ماشي فرض عين، يجوز احتلاله. يا أخي أنا ننصحك لوجه الله، أنا ما عنديش العلم تاع القرضاوي، الله يعاونه، هو عالم كبير، ولكن راهو غلط في هذه المسألة، ولازم نقولوا له كلمة الحق. الرجل وهبل، راهو جنة. كان يقول على البوطي بل البوطي جن، والله البوطي لم يجن، البوطي مات شهيد وقتلوه رحمه الله بفتوى القرضاوي. والآن القرضاوي لم يشبع من الدم، وإنما هو حب يزيد يشف الدم تاع جميع شباب المسلمين يقتلون في سوريا. واش قال ربي؟ واش قال ربي؟ هيا نسمعوا واش قال ربي. اسمعوا جيدا بلا تعصب، انا مانيش نطعن فيه ولكن انا نقول فتوى تاعو غالطه. ربي واش يقول؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. سمعتوا؟ فاصلحوا بينهما. يديروا جماعة تاع صلح من كبار السياسيين والقادة والعلماء، يروحوا يستمعوا للمعارضة ويروحوا يستمعوا للدولة ويديروا صلح بينهما. هذو ناس ما داروش الصلح أبدا. واليوم قال لك جميع الشباب روح تموت في سوريا. يا أخي ما تروحش، لا يجوز لك. كي تروح تقتل مسلم سوري حرام عليك، كي تروح تقتل جندي سوري حرام عليك، كي تروح تقتل امرأة ولا راجل ولا يزج بك. أنا نعرف علماء، والله صدقوني نعرف علماء من المعارضة السورية بعثوا أولادهم باش يكافحوا ضد النظام. خبروني منذ أيام فقط، قالوا لي رانا سحبنا أولادنا وبعثناهم إلى دول مجاورة لأن رانا صبناها فوضى، ما فوضى كبيرة، ما راناش عارفين هذا جهاد ولا ثورة ولا ناس شيوعيين ولا إسلاميين ولا مسيحيين ولا نصارى. هو أولادهم هم يجبدوا فيهم ويبعثوا في أولاد الناس. أنا نطلب جميع الشباب الجزائري ومن جميع الشباب المسلم، وراني نقول لكم كلمة صادقة ممكن تكلفني الكثير: حافظوا على أنفسكم. ما كاش جهاد في سوريا، كاين فتنة، ومن يقاتل هو قتال في زمن الفتنة، قتال في زمن الفتنة. هذا الكلام ما يعنيش بلي راني مع النظام ولا مع النظام السوري. أنا ما نعرف النظام السوري ولا النظام السوري يعرفني. حاجة اللي نعرفها باللي الدم تاع المسلمين غالي، باللي الدم تاع المسلمين غالي. كيف تدعي الشباب؟ هو عايش في قطر في فيلا ما شاء الله، ويدعي الشباب روحوا تقاتلوا في سوريا، روحوا تموتوا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما كاش قتال، حرام عليكم. هكذا كان يقولوا للشباب الجزائري: روحوا تجاهدوا في الجزائر باش تطيحوا النظام وتموتوا شهداء. خدعوهم مزية، والحمد لله شباب جزائر فطن. هكذا كانوا يقولوا: روحوا المالي، روحوا منا غير فلسطين، إلا فلسطين اللي هي جهاد إسلامي واضح لا شبهة فيه، والمقتول فيه يموت شهيدا، والمسجد الأقصى هو المسجد الأقصى.
إلا هذا واحد ما يدعو إليه. علاه؟ لأن الناس اللي تعطي لهم الفتاوى وتقول لهم قولوها يديروا لهم سوريا، جزائر، مالي، ليبيا، منا إلا فلسطين. ولي ما وش حاب تتحرر فلسطين؟ على بالكم انتم شكون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ودعا القرضاوي جميع المسلمين إلى التوجه إلى سوريا لمقاتلة الشيعة وحزب الله، وقال إنه كان ليذهب بنفسه لو كان فيه قوة. ونهار كان فيه قوة كي كان صغير على ما راحش لفلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم اللهم اشهد أني ننصح بقلبي، وأنا ما نعرفش المجاملات ونشد العصا من الوسط. يا شباب الجزائر، ما كاش جهاد في سوريا. اللي يحب يجاهد في بلاد المسلمين يبني بلاده، يخدم الجسور، يبني العمارات، يدير العيادات الصحية، يبني المستشفيات، يرفد روحه ماليا واقتصاديا باش بلاد المسلمين تكون قوية. لما الجزائر تكون قوية هذاك هو الجهاد. تقول كلمة تاعها في الأمم المتحدة، لما تقول كلمة تاعها العالم قاعد يسمع ويركع. هنايا راك جاهدت، اما روح تموت. حسبنا الله ونعم الوكيل. سائل يقول: أما بعد، أنا شخص مسلم